في فيديو النهارده هشارك معاكم طريقتي في عمل البرجر في البيت. برجر ماك يا جماعه، عملته في البيت. عايزه اقولك دي اسهل والذ طريقه. انا عملته معاكم قبل كده بطرق كتير وبتتبيلات كتير، بس فعلا دي احسن طريقه انا اكتشفتها وانا اللي جربتها، ما خدتهاش من حد الحمد لله، وحبيت اشاركها معاكم. محضره ده 3/4 كيلو لحمه مفرومه فرم ناعم وشين، فيها نسبه دسم 20%. بصله متوسطه مفرومه ناعم بس مش معصوره، مش عايزه فيها ميه، مفرومه صغير. نص معلقه صغيره ملح، ربع معلقه صغيره فلفل اسود، كيس خلطه البهارات بتاعه كنور او ماجي. ما هاخد معلقه واحده كبيره من الصويا صوص. والسر هنا بقى في الباربيكيو، لما بنشتري برجر من بره بنلاقي فيه طعم كده تحسي ان هو مدخن شويه، ده هناخده من الباربيكيو. هننزل بقى على اللحمه بكل الاضافات، البصل والملح والفلفل وكيس الخلطه بتاعه البهارات. طبعا ما تكتريش الملح عشان احنا عارفين الخلطات دي بيبقى فيها نسبه ملح، وطبعا وفيها ملح صيني، فانا عامله حساب النقطه دي ومش مكتره ملح في الاول. معلقه صويا صوص، معلقه باربيكيو. اهم حاجه هنا نعجن نعتبر دي عجينه، تعتبري دي عجينه تعجنيها كويس لمده لا تقل عن 5 دقايق. لازم العجينه تعجنيها كويس جدا بالخلطه وبالحاجات لغايه ما تنعم جدا معاكي. سويها بقى في طاسه او صينيه او جريل بمعلقه زبده واحده بس، وانزلي بقى بشويه بصل كده كرمليهم في نفس الطاسه. البصل ده هيبقى طعمه تحفه لانه هياخد اصلا طعم البرجر وطعم البهارات وطعمه تحفه. مش عايزه اقول لكم كرملته بمعلقه سكر بس صغيره. جهزي الساندوتش بتاعك، البصل والكابوتشا والكايزر. الصوص بقى ده هقولك عباره عن ايه. ده معلقه كاتشب، معلقه مايونيز، على معلقه مستردة. كنا جهزنا الصوص. على فكره انا حمصت العيش بمعلقه واحده بس صغيره زبده على النار قبل ما استخدمه في الساندوتش. هقولك مقادير الصوص تاني: معلقه كاتشب، معلقه مايونيز، معلقه مستردة. بس هو ده الصوص. عايزه اقولك طعمه تحفه. ما استخدمتش جبنه، انا كنت عاملاه قبل كده معاكم بالجبنه، بس ده تقدري تعمليه من غير جبنه عادي جدا، وكان طعمه تحفه جدا. مش عارفه ايه اللي جاب الجبنه مع اللحمه، بيخترعوا حاجات غريبه، كل يوم بيخترعوا حاجات غريبه. عايزه اقولك دي احسن طريقه برجر انا عملتها، واحسن من طرق تانية كتير. طعمه كان روعه. ما تنسيش بقى اللايك للفيديو.